انت دلوقتي متخرج او طالب بس في اجازه ومحتاج تبدا تقدم على شغل او على تدريب صيفي، وبيطلب منك دايما سيره ذاتيه اللي هي السي في، وانت مش بتبقى عارف السي في ده بيتعمل ازاي، وبتروح تعمل في اي موقع والسلام، وممكن يسوحك ويعمل لك سي في غلط في غلط، وبتستغرب في الاخر هو انت بتترفض ليه، او تحتايل على ده شويه وده شويه علشان يعملوا لك هم السي في بتاعك. طب وليه وجع القلب ده؟ تعالى النهارده نتكلم عن ازاي تعمل بنفسك السي في بتاعك خطوه بخطوه، وكمان هذكر لك المواقع والتطبيقات المضمونه اللي تعمل عليها السي في بتاعك. فلو عايز تعرف تفاصيل اكتر يبقى دلوقتي تصلي على النبي وتتابع الحلقه دي للنهايه. انا طارق صادق وانت منورني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد. معاكم طارق صادق. بفكركم إن احنا في القناة بنقدم لك محتوى مفيد بشكل بسيط وخالي من كل الكلاكيع، فما تبخلش على باللايك الحلو بتاعك وكمان السبسكرايب. وتعالى يلا صديقي نتكلم كده واحدة بواحدة ايه هي مكونات السي في وازاي اقدر اعمل سي في كويس ومقبول. أول حاجة في السي في هي الصورة بتاعتك. امتى تحط صورة وامتى ما تحطش صورة؟ ايه ده يا طارق، هو ينفع اعمل سي في وما احطش الصورة بتاعتي اصلا؟ ايوه يا صديقي، في حالة ان الشركة او المكان اللي انت هتتعامل معاه طلب في السي في بتاعك واكد على صورة، يبقى انت كده لازم تحط صورة. اما لو هو ما طلبش فانت دلوقتي حر تحط او ما تحطش. لكن لو قررت تحط الصورة يا صديقي لازم الصورة دي يكون ليها شروط. لازم تكون صورة فورمال، لابس قميص كده او بدلة، يعني حاجة كده فيها وقار. وطبعا لازم تكون الخلفية اللي وراك بيضة. ما تروحش تجيب لي صورة انت واخدها سيلفي ولا تقص نفسك من وسط تجمع والكلام ده. صور صورة كده كويسة كأنك بتصور عشان تقدم للبطاقة او ايا يكن. صورة كده وقور ببدلة ووراك خلفيه بيضاء. لو ما تعرفش تصور صوره زي دي ادخل على اي جروب من اللي بيساعدوا بعض وابعت عليه صورتك واطلب ان اي حد يركب وشك ده على بدله، وهتمشي يا صديقي، محدش هيراجع ورانا. بعد كده بندخل على حاجه اسمها بيانات الاتصال، زي العنوان بتاعك ورقم التليفون بتاعك، وطبعا رقم الموبايل اللي تحطه لازم يكون شغال وفيه دايما شبكه، ولو حد اتصل بيك في اي وقت هيلاقيك. ما يبقاش رقم قريبك اللي انت مخاصمه ولا اخوك اللي في مكان تاني ولا الرقم بتاعك اللي دايما ما فيهوش شبكه وما بتردش على الناس اللي بتتصل بيك. لازم يكون رقم شغال بحيث ان هم لو تواصلوا معاك في اي وقت يلاقوا الرقم ده شغال. وبتحط كمان البريد الالكتروني بتاعك، وخلي بالك لازم البريد الالكتروني بتاعك ده يكون برضه فورمال. يعني ايه يا طارق بريد الكتروني فورمال؟ يعني ما ينفعش ابقى مسمي البريد الالكتروني بتاعي تيتو 2001@yahoo.com، يكون اسمه مثلا طارق صادق @gmail.com او مستر طارق صادق @yahoo.com، وهكذا بقى صديقي. حاجه ما يبقاش فيها دلع وارقام وشقلبانات والهاكر اللي مش عارف، بلاش الكلام ده. لازم يكون كده بريد فورمال محترم كده ينفع تبعته للناس. بعد كده بتعمل حاجه اسمها الملخص الوظيفي، وده بتكتب فيه تاريخك المهني واهم انجازاتك السابقه. ملخص وظيفي يعني من اسمه. خلي بالك لو انت طالب وبتسمع الفيديو ده او انت حديث التخرج لسه، مش كل الحاجات اللي هنتكلم عنها لازم تكتبها، ولسه هنوضح ده في الاخر. تابع بس معايا انت الحلقه للاخر وورقه وقلم وسجل الكلام اللي بقوله ده عشان هتحتاجه. بعد كده بتكتب خانه التعليم، ودي بتكتب فيها انت خريج جامعه ايه وكليه ايه والقسم بتاعك كان ايه، تفاصيل يعني عن التعليم بتاعتك. ولو اتخرجت بتكتب سنه التخرج، ولو لسه ما اتخرجتش فبتكتب السنه اللي انت ان شاء الله هتتخرج فيها. يعني مثلا لو انت خلاص اتخرجت تكتب مثلا ان انت دخلت الكليه دي سنه 2014 خرجت منها 2018 او 2019. اما مثلا انا لسه طالب دلوقتي يا طارق وبدرس، فهكتب مثلا ان انا دخلت الكليه دي 2022 وهخرج منها ان شاء الله 2025 او 2026 ايا يكن بقى. فالاتش ار اللي بيشوف السي في ده لما يشوف ان سنه التخرج لسه سنه هتيجي، يعرف على طول من غير ما انت تقول ان اللي باعت له السي في ده لسه طالب لسه ما اتخرجش، هو هيفهمها من نفسه. وطبعا وانت بتكتب الحاجات بتاعت التعليم بتاعتك رتبها دايما من الاعلى للاقل. يعني مثلا وانت تكتب الاول الدكتوراه قبل ما تكتب الماجستير، وهكذا بقى. بعد كده بندخل على خانه اسمها خانه الخبرات، ودي بتكتب فيها الشركات والاماكن اللي اشتغلت فيها قبل كده، واسماء الوظائف اللي انت اشتغلتها في الاماكن دي، والتواريخ اللي انت اشتغلت فيها. يعني مثلا انا دخلت الشركه دي سنه 2001 وسبتها سنه 2023. ولو انت بقى سمعتك طيبه وسايب الاماكن دي وانت كده محبوب والناس حباك، ما انتش خارج بفضيحه ولا خناقه ولا اي حاجه يعني وحشه، يبقى يستحسن تسيب رقم تليفونات للتواصل مع الشركات والمؤسسات دي. يعني انت من الاخر بتقول للاتش ار ده انا واثق في نفسي لدرجه ان انت لو كلمت الشركه وسالت عليا هتسمع احلى كلام. بس طبعا لو هتعمل خطوه زي دي تبقى متاكد ان انت سمعتك هناك كويسه، ما يتصلوش بالشركه
كان بياكل سندوتشات زمايله وكان بيغيب وبيجي متاخر، يعني ما تفضحش نفسك. صحيح يا صديقي، قبل ما اكمل، هو انت نزلت عملت لايك وعملت سبسكرايب؟ قدر التعب بتاعي وانزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب وابعت الفيديو ده لاصحابك اللي عايزين يقدموا على وظايف معاك، ما تبقاش اناني. ولو لسه مكمل الحلقه لغايه هنا، انزل اكتب لي تحت في التعليقات رقم 66 عشان اعرف مين صاحبنا المركز ومصحصح وعارف احنا بنقول ايه دلوقتي. بعد كده بتكتب خانه المهارات، وخلي بالك مش بنكتب اي مهاره والسلام، اكتب مهارات ليها علاقه بالشغلانه اللي مقدم عليها. يعني مثلا انا مقدم على وظيفه برمجه، يبقى انا في المهارات دي بكتب لغات البرمجه اللي انا شاطر فيها. انا مقدم على جرافيك ديزاين، يبقى اكتب له مثلا التطبيقات والبرامج اللي بقدر اشتغل عليها. لكن ما بقاش مثلا مقدم على برمجه واكتب له قد ايه انا جامد جدا في السباحه وقد ايه انا شاطر جدا في الطبخ. دي مهارات حلوه وكل حاجه، بس ما لهاش علاقه بالوظيفه اللي انت بتقدم عليها. او ما تبقاش مقدم مثلا على وظيفه ان انت تبقى جرافيك ديزاين وتكتب له مهاراتك في مجال المحاسبه. قدم دايما مهارات ليها علاقه بالوظيفه اللي انت مقدم عليها عشان يعرفوا ان انت شاطر في المجال ده. بعد كده الدورات التدريبيه، لو خدت اي كورس اي دوره تدريبيه ليها علاقه بالشغل ده والخبرات بتاعته، اكتبها في السي في. وكمان يفضل ان انت تكتب الدورات دي اخدها منين. وطبعا كل ما المؤسسه اللي انت اخدت منها الدورات دي تكون مؤسسه معروفه وليها قيمتها، كل ما الكورسات اللي انت بتكتبها دي قيمتها في عين الاتش ار بتزيد. زي مثلا انك لو خدت شهاده من الاي يو سي مثلا اللي هي الجامعه الامريكيه، طبعا دي حاجه كبيره جدا ان هي تحط في السي في بتاعك. وطبعا كل كورس بتكتب انت خدته سنه كام، وده بيفيدك لما الاتش ار يلاقيك ان انت كل سنه بتاخد كورس ولا اتنين. لما يجي يشوف ان انت في 2019 خدت كورس وبعد كده رجعت في 2020 خدت كورس تاني وفي 2021 خدت كورس وفي 2024 خدت كورس، يعرف ان ده شخص شغال على نفسه وبيطور من نفسه دايما، ففرص القبول بتاعتك في الوظيفه هتزيد اكتر. عشان كده بنصح صحابنا دايما ان هم يطوروا من نفسهم وياخدوا كورسات، لان الموضوع ده بيفيدهم جدا. وطبعا لو انت متابع هنا في القناه هتعرف ان في كورسات كتير تقدر تاخدها مجانا وعلى الانترنت ويعني بشكل بسيط. مش عارف انت لسه مش متابعني ليه، يعني بتضيع من نفسك فرص. منورني والله يا صديقي. الخانه اللي بعد كده هي خانه العمل التطوعي. اي نشاط تطوعي او جمعيه خيريه دخلت فيها اكتبها، عشان ده بيعرفهم ان انت شخص بتعرف تشتغل مع فريق وبتحتك بالناس كويس ومش بتاع مشاكل. من الاخر عندك سوفت سكيلز او مهارات ناعمه اللي اتكلمنا عنها في فيديوهات كتير واتكلمنا عن اهميتها. الخانه اللي بعد كده هي خانه الجوائز. لو خدت اي جوائز اي بطولات اي حد يعرفهم ان والله لازم انا شخص يعني ليا قدر في المجتمع، اكتبها. شركات كتير بتحب تشغل عندها ابطال وناس معروفين وليهم انشطتهم واخدين جوائز وناس معروفه يعني. وطبعا ما تنساش الخانه بتاعت اللغه، تكتب طبعا لغتك الام اللي هي اللغه العربيه اللي انت بتتكلمها، واي لغه تانية انت بتعرف تتكلمها وتكتب مستواك فيها. يعني مثلا الانجليزي تكتب انت فيه متوسط، الالماني مثلا انت عالي، الفرنسي انت مبتدئ، وهكذا. دي يا صديقي اهم الحاجات اللي انت تكتبها في السي في بتاعك. ممكن تلاقي ناس تانية ترشح لك حاجات تانية تكتبها في السي في، عادي اكتبها، بس انا بكلمك عن الحاجات اللي مهم جدا تكون موجوده. وزي ما كلمتك لو انت لسه طالب او حديث التخرج مش مطلوب منك تعمل كل الحاجات دي. يعني انت عندك خبرات وظيفيه ايه عشان تكتبها اصلا؟ انت لسه متخرج، فطبيعي ان مش كل الحاجات دي تعرف تكتب فيها. والطبيعي اللي انت لو لسه جديد طالب او حديث تخرج السي في بتاعك ما يزيدش عن صفحه واحده بس. اما لو انت حد بقاله فتره بيشتغل وفتره في السوق، يبقى انت السي في بتاعك ممكن يبقى من صفحتين لثلاث صفحات بالكتير قوي. وركز في الحاجات اللي اقول لك دلوقتي لانها ملحوظات مهمه. حجم الكلام اللي انت تكتبه في السي في بتاعك خلي حجمه على برنامج الوورد 12. اما العناوين زي مثلا الخبرات خليها بخط حجمه ما بين ال 14 وال 16. وطبعا العناوين تبقى بخط عريض بحيث ان يبقى السي في بتاعك كده مترتب وواضح قدام عين الاتش ار، ما تتعبوش وما تبهدلوش معاك. ويفضل طبعا السي في يتكتب باللون الاسود والخلفيه بتاعته تكون بيضه، بلاش الشقلبه والالوان الكتير والحاجات الكتير والسيفيات الغريبه اللي بنشوفها. لان دلوقتي في اغلب الشركات اللي بيراجع السي في بتاعك اي ذكاء اصطناعي، فانت لما بتحط له الوان وحاجات كتير جدا هو بيتلخبط وبيفكر ان في حاجه غلط فبيرفض السي في بتاعك اصلا ومش بيوصله للشركه. يبقى ابعد عن الحاجات اللي فيها حبشتكنات واشتغل على البسيط خالص، خلفيه بيضه ومكتوب عليها وبس. وطبعا لو انت عايز بقى برامج وتطبيقات وحاجات تعمل عليها السي في بتاعك، انا هسيب لك تحت في وصف الفيديو اللي هو الكلام اللي تحت الفيديو اهم المواقع والتطبيقات المضمونه اللي ينفع تعمل عليها السي في بتاعك. بس بعد ما تعمل عليها السي في اتاكد ان في المقومات والحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها النهارده بالشكل اللي انا قلته لك، عشان لو هم لخبطوا في حاجه انت تظبطها عشان انت تبقى فاهم انت بتعمل ايه. وبس كده يا صديقي تكون حلقه النهارده تمت بحمد الله. اتمنى انت كمان تكون نزلت دعمتني باللايك الحلو بتاعك، عملت لي سبسكرايب جميل زيك، فعلت زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو لسه مكمل الحلقه لغايه هنا انزل اكتب لي تمت بحمد الله عشان اعرف مين صحابنا الابطال اللي كملوا الحلقه للنهايه. ولو عايز اي نصايح بخصوص سوق العمل او عايز تطور من نفسك او عايز اي حاجه اكتب لي تحت في التعليقات وانا عنيا الاثنين ليك يا صديقي. اتمنى الحلقه تكون لطيفه وخفيفه وتكونوا اتبسطتم. كان معاكم طارق صادق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.